نيمار الموهبة الضائعة سبب عوامل كتير، لكن بالرغم من كده نيمار كان من أحرف اللعيبة اللي جم في التاريخ. ودايما كل سنة الناس بتستنى نيمار ينفجر ويرجع مع انتقاله صفوف الهلال السعودي. هل كده نيمار انتهى وانتهت قصة لاعب كان ممكن يكون حاجة كبيرة لو ركز بس، وكان ممكن يزامل كريستيانو رونالدو وميسي في جوائز البالون دور والجوائز العالمية؟ وهل كان هيقدر يجيب كأس العالم للبرازيل لو كان مركز؟ فالنهاردة هنشوف ليه نيمار وصل لكده، ولو كان مركز شوية كان ممكن يوصل لإيه، وهل ده بسبب رحيله عن برشلونة ولا في الحالتين كان هيبقى كده، وإيه القرارات والعوامل اللي أثرت على نيمار. Ortiga, Boredaccia. سريعا كده بريف عن نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، المعروف بنيمار جونيور، مواليد 1992 5 فبراير من موجي داس كروز، يعني اتمنى ما اكون انطق اسمها صح، احد احياء ساو باولو. والده كان لاعب كوره لكنه ما كانش معروف، وكان على لعيب على قده، واعتزل بسبب حادث حصل له. كانوا أسرة فقيرة جدا، وكان والد نيمار بيشتغل أكتر من 4 شغلانات علشان خاطر يقدر يجيب لهم فلوس. والدته اللي كانت قاعدة في البيت بتراعيه هو وأخته. أسرة مكونة من 4 أشخاص بيعيشوا في فقر شديد جدا، لكن نيمار بيورث ورث، واللي هو كان طوق النجاة بالنسبة لأهله، وهو موهبة كرة القدم. ويمكن ده اللي أعتقد مخلي نيمار بيحب الفلوس شوية أوي 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 يعني. المهم، كان بيلعب مع أصحابه في الشارع لحد ما وصل لنادي سانتوس بعد اختبارات وأندية كتير لعب فيها وهو عنده 11 سنة، سنة 2003. وحرفيا كان منفجر مع نادي سانتوس، وكان بيعمل شغل عالي جدا بشكل كبير، وجاب 136 جول من 220 ماتش، وحاجة كبيرة جدا وقتها للاعب في السن ده في المرحلة دي مع نادي برازيلي. وده اللي لفت انتباه نادي ريال مدريد الميرينجي اللي كان عايزه، لكن وقتها إدارة نادي سانتوس رفض وعرضوا عليه مبلغ أكبر. ودي من أول قرارات نيمار الغلط، وهو حبه للفلوس واللي خلاه يقعد وما يروحش نادي ريال مدريد. تخيل بقى لو كان راح ريال مدريد. Finish from Neymar, no chance of Bruno. A bola volta pro Neymar. Marcação precisa do Juan. Neymar ganha o lance e o Santos vem para o contra-ataque. Neymar ganhou do Boas que preferiu não cometer a falta. Neymar encara a marcação do Labião, conseguiu fazer. وعشان تبدأ أول مرحلة من مراحل قرارات نيمار الخاطئة، وهو عدم قبول عرض ريال مدريد، لأن ريال مدريد وقتها كان هيحتاجه وكان هيبقى نجم كبير. وقتها كان ممكن كمان كريستيانو رونالدو ما يجيش ريال مدريد، لأن نيمار كان هيكون هو الموجود. نيمار لو كان راح مدريد كان هيتطور بشكل كبير وينضج، وطبعا أي حد بيروح الميرينجي بينضج وبيبقى لعيب كبير جدا، وكان هيبقى لعيب مطور جدا ولعيب كبير جدا بسن صغير، وكان ممكن يبقى معاه جوائز كتير جدا ويحقق ألقاب وحاجات كتير جدا في سن صغير جدا. لكن مش مهم قوي اللقطة دي، لأنه بعد كده عمل شغل عالي مع سانتوس، فضل مع سانتوس، وبعد كده عشان يروح برشلونة وتبقى أول خطواته لأوروبا مع نادي برشلونة. وبان بقى الموهبة البرازيلية اللي كان وقتها الناس بيقولوا عليه خليفة بيليه ورونالدينيو.
seeing that. وفعلا يعمل شغل عالي جدا ويتألق بجوار ميسي ولويس سواريز وباقي الفريق، لكن كان عنده بعض المشاكل، وهي انه كان بيقع كتير مع اي تدخل سواء كان سهل ولا لا، وساعات كان بيبقى عايز مجرد ان هو يمرقص عشان يعمل شو، مش فارقه معاه الفريق، مش فارقه معاه يجيب جون، المهم ان هو يعمل شو وخلاص. وبدأ يظهر ان نيمار لسه لعيب مش ناضج، ولسه لعيب محتاج شغل عالي ومحتاج انه ينضج، ونيمار وقتها بقى بدأ يقل واحده واحده، وبدأ تحس انه بقى عنده مشكله، وده بسبب انه بقى عايز يخرج على طول ويسهر على طول ويعمل اللي هو عايزه في اي وقت في اي مكان، وعشان يقعد 4 مواسم مع نادي برشلونة يحقق فيها ألقاب كتير ويبقى مستواه عالي، لكن يكون دي نهاية نيمار في المستوى العالي ويروح نادي باريس سان جيرمان. وده كانت من أكبر غلطات نيمار جونيور، عشان يبدأ نيمار في أول موسم والغير متوقع يعمل شغل عالي جدا وينفجر بشكل كبير جدا، ووقتها الناس بتقول بس خلاص نيمار رجع، نيمار لقى نفسه، لكن بيبدأ مستواه ينزل واحدة واحدة، والإصابات اللي بتجيله كل سنة والإصابات اللي بتتاليه على طول. Ici, c'est Available! The first of who knows how many. Rabiot drives it across, saved one handed, and there it is, Neymar. Pastore qui s'efface, Neymar encore, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et on se fout, Kylian Neymar. Here's Neymar, and there's his latest goal. On the counter, Rabiot threads it through, and Neymar opens the scoring for Paris Saint-Germain. Mbappe, what a touch! He's got it across. Neymar for number 2, squeezes it past the goalkeeper. Neymar to run at Raphael, who gets nowhere near him. Neymar, still Neymar. Oh, it's class again. Stuttered run up, and a penalty. Kylian Mbappé, il a laissé passer entre les jambes. But de Neymar. It's Neymar against Nubel, and tucked in. Feeling confident right now, Maxime. ويبدأ نيمار بقى تحسه بيكبر دماغه ومش فارقة معاه حاجة، المهم انه بياخد فلوس وبيلعب وخلاص، وبقى حلمه الأساسي وهو ده هدفه، وده اللي بيخلي فعلا نيمار يظهر بقوته، وهو حلم فوز بكأس العالم. حلم فوز بكأس العالم اللي عمره ما هيجي لنيمار بسبب اللي هو بيعمله ده. نيمار من اللعيبة الكبار جدا، من اللعيبة الموهبة جدا، لكن محتاج شغل عالي. نيمار كل كأس عالم ما بيقدرش يعمل حاجة، لأنه بيبقى طول السنة مش مركز، بيجي في فترة قبل كأس العالم بيبقى عايز يركز، فيعني ده مش طبيعي. وبدأ مستواه كل سنة يقل، وكل سنة بقى مستواه بيقل، وأغلب الماتشات ما بيلعبهاش، وبقى نادرا لما تلاقي نيمار بيلعب ماتش تلاقيه بيلعب ماتش حلو وبيسجل وبيمرقص وبيعمل شغل عالي جدا ويكون نجم الفريق زي زمان. بدأ نيمار بقى يسافر ويبعد ويروح لأخته اللي عامله له مشاكل كتير، وهي من أكبر الحاجات اللي بوظته في كرة القدم، عشان في النهاية يقرر يروح نادي الهلال السعودي والفلوس الخرافية اللي نيمار محتاجها. نيمار اللي كان كل محتاجه ان هو يركز، كان كل محتاجه ان هو ينضج ويعقل. نيمار كان كل محتاجه ان هو يركز وينضج ويشتغل على نفسه اكتر واكتر، وبالذات شغل بدني، لان نيمار شغل بدني مفيش. ونيمار اللي لو كان مركز واشتغل على نفسه كان زمان معاه دلوقتي مثلا بالون دور على الاقل. نيمار اللاعب اللي كان حلم لكل برازيلي وحلم كان لكل النجوم اللي بيحبوه انه يكون من اساطير كرة القدم زي ميسي ورونالدو ومارادونا وبيليه وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لكن بسبب غلطاته وعدم تركيزه في الملعب واهتمامه بحاجات اخرى بره الملعب، ده اللي ادى ان مستوى نيمار يبقى اللي هو عليه. نيمار ما تقدرش تنكر انه كان من المواهب العظيمة اللي جت في كرة القدم، ما تقدرش تنكر انه كان مشروع لعيب كبير جدا. نيمار اللي لما بيبقى مركز ورايق بيعمل ماتشات خرافية، لكن ما تقدرش تقول عليه ان هو يقدر يزامل كريستيانو وميسي في الوقت الحالي. كل ده بسبب الفلوس وعدم تركيزه وعدم ان هو يشتغل على نفسه ويطور من نفسه، واخته اللي عامله له مشاكل، وعدم اهتمامه وتركيزه في حاجات اخرى بره الملعب. نرجع للسؤال المهم، وهو هل نيمار كده انتهى؟ هل خلاص مع انتقال نيمار لنادي الهلال السعودي نيمار كده انتهى؟ بنسبة كبيرة اقدر اقول لك لان نيمار صعب تاني يرجع للدوريات الاوروبية، وخلاص الدوري السعودي اعتقد هتكون هي المحطة الاخيرة لنيمار، صعب يرجع تاني اوروبا، وفي حالة رجوعه لأوروبا هتكون فرق صغيرة، فرق قليلة، مش هيقدر يعمل حاجة. فوز نيمار بكأس العالم أعتقد إن الحلم ده كمان انتهى، أعتقد إن كل أحلام نيمار إنها انتهت خلاص، إن هو يكسب بطولات تانية كبيرة، يكسب حاجات أوروبية، يكسب بالون دور، جوائز فردية كبيرة، أعتقد إن كل ده انتهى. كأس العالم
الحلم ده ممكن يكون انتهى. نيمار اللي خلاص انتهى بنسبة كبيرة جدا مع انتقاله الدوري السعودي، حرم نفسه من حاجات كتير جدا، خلاص قاعد في معمعة فلوس حرفيا، ستوري بياخد عليها 500 ألف دولار وبس. هي دي كانت قصتنا من نيمار جونيور.